السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض البيتي فور بطريقه سهله جدا، دايب كده. شايفين بقى الاشكال بتاعته حلوه جدا. عايزه اقول لكم هنعمله من غير مكنه البيتي فور ومن غير كيس الحلواني، وهنعمله بمنتهى السهوله. طريقته سهله جدا ومقاديره اسهل ما يكون. يلا بينا نسمي الله ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. ياريت بقى لأول مرة يدخل القناة ما ينساش يدخل كده يضغط اشتراك، وكمان يضغط لايك من ايده الجميلة علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد. شايفين بقى البيتي فور دايب؟ شايفين النعومية؟ شايفين؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. يلا بينا ندخل على المقادير بتاعتنا. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. انا مستخدمه في نواعم العيد بتاعتي كلها دقيق متخصص للكحك والبسكوت. تمام. الدقيق الفاخر ده يا جماعه ممكن يبوظ لك الدنيا لو هو نوعه مش كويس. تمام. عشان في ناس بسمعها بتقول احنا بنستخدم الدقيق الفاخر عادي. نواعم العيد يا جماعه لازم كلها تتعمل بدقيق متخصص للكحك والبسكوت، لازم كده يكون مكتوب عليه دقيق كحك وبسكوت. تمام. انا هنا عندي المقادير بتاعتي سهلة جدا وهقولها لكم واحنا شغالين، وكمان هعملها لكم بالكوباية المعيارية. اول حاجة انا هنا عندي 600 جرام من السمنة. طبعا قوام السمنة لازم يكون متماسك عن كده، بس انا مفككاه شوية علشان اعرف اعيرها لكم بالكوباية المعيارية. بأكد عليكي تاني، قوام السمنة لازم يكون متماسك عن كده. يعني القوام ده انا فكاه شوية علشان اعرف اعير لك المعيار مظبوط بتاع السمنة. السمنة بتاعتي 600 جرام بالكوباية المعيارية هيطلعوا بالظبط 3 كوبايات معياريين. وعايزة اقول برضو المج الشاي في المعيار غير كوبايات المعيارية ديت تقريبا ب15 جنيه حاجة زي كده، او ب20 جنيه دلوقتي، ممكن يوصلوا ل20 جنيه، بس متوفرين في كل المحلات. وطبعا كل القنوات بيعملوا بالجرامات او بالكوباية المعيارية، فانت اشتريهم وخليهم عندك احسن لك من انك انت تستخدمي مج الشاي المقدار بتاعك يطلع مش مظبوط. يبقى انا كده عاير 3 كوبايات من كوبايات المعيارية سمنة. تمام. 600 جرام من السمنة، 3 كوبايات معياريين. تمام. هنا السكر البودر انا نخلته يا جماعة بالمنخل بتاع الدقيق علشان بيكون فيه سكر مش مطحون كويس، مش بيكون كويس في الغريبة والبيتي فور، فانتي تنخليه كويس علشان يطلع لك الوصفة مظبوطة. 200 جرام من السكر البودر عملوا معايا كوباية وتلت. يعني شايفين الكوباية الصفرة دي كوباية، البرتقاني دي تلت كوباية، مكتوب عليها كده تلت كوب. تمام. مقاديرنا سهلة جدا جدا. انا هنا كنت بحاول اشوفها كده هتبقى ربع كوباية ولا لا، لقيتها هتبقى اكبر من الربع، فهي مقدارنا كوب وتلت. تمام. كوباية وتلت مظبوطين جدا. شايفين؟ ولازم تنخليه بالمنخل بتاع الدقيق. هنحط بقى السكر وهنزل كده بمقدار السمنة بتاعي كله اللي انا عايرته معاكم. عايزه اقول لكم بقى السمنه قوامها طبعا لازم يكون جامد عن كده. انا هضربها معاكم بس هرجع تاني احطها تتماسك شويه علشان ما ينفعش خالص ان هي تكون دايبه قوي كده. تمام. لازم تكون متماسكه. يعني لو درجه حراره المطبخ عندك او شغاله في الحر في الصيف لازم السمنه بتاعتك تكون متماسكة. دخليها التلاجة 5 دقايق هتلاقيها مسكت نفسها، تطلعي تشتغلي بيها. تمام. 5 دقايق 10 دقايق على حسب درجة الحرارة، يعني لان طبعا في الشتاء السمنة بتبقى اصلا يعني تطلعيها من العلبة بتاعتها او من الصفيحة تلاقيها ماسكة نفسها من غير حاجة خالص. اما في الصيف بتكون سايحة. تمام. فانتي الجو لو حر عندك تدخليها التلاجة 10 دقايق تمسك نفسها. بعد ما ضربت بقى السكر والسمنة كويس جدا وبقى قوامهم ناعم جدا جدا عامل زي الكريمي كده، هنزل بالبيض بيضة بيضة واحط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا. طريقتنا سهلة جدا جدا. هنا بقى عندي صفار بيضة،
احنا حطينا بيضتين كاملين وده صفار بيضة، يبقى 200 جرام من السكر عليهم 600 جرام من السمنة عليهم بيضتين كاملين وصفار بيضة ومعلقة صغيرة من الفانيليا. هضرب كده الفانيليا مع البيض كويس جدا. شايفين انا القوام ده انا مش عايزاه يبقى سايل قوي كده، هحطه بقى كده يمسك نفسه شوية وارجع تاني. تمام. ياريت بقى اللي دخل معايا الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وكمان تدعموني بلايك من ايديكم العسل. شايفين القوام ده طبعا انا عايزاه متماسك شوية عن كده. هنا بقى حطيت كده كيلو الدقيق، طبعا الكيلو بيبقى كيس فانتي مش محتاجة ان انت تعايريه. تمام. هحط عليه ذرة ملح، يعني ربع معلقة كده صغيرة خالص من الملح، ممكن تستغني عنها كمان. تمام. حطيت عليها نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر بتخلي بقى البيتي فور بتاعنا خفيف كده ودايب، علشان احنا مش عاملينه بزبدة، احنا عاملينه بسمنة، فالبيكنج باودر بيخليه خفيف معاكي. شايفين بقى القوام بتاع السكر والسمنة لما مسك نفسه شوية بقى عامل ازاي؟ انا عايزة القوام ده. شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه، مش عايزة القوام السايح اللي انتوا شايفتوه في الاول. هنا بقى هجيب الدقيق وانزل كده على السكر والسمنة والبيض واضرب كده بايديا بطراطيف صوابعي كده، توه طبعا الدقيق، ما تعجنيش بقى والكلام دوت، احنا بنتوه بس الدقيق في السمنة والمكونات بتاعتنا. تمام. طريقته سهلة جدا جدا يا بنات. وهقولك كمان طبعا الدقيق بيختلف من نوع لنوع. تمام كده. طيب انتي ممكن لا قدر الله لا قدر الله يعني تحطي كيلو دقيق بتاعك تبصي تلاقيه لسه مش ناعم تحت ايديكي زي ما احنا هنوصل كده للقوام بتاعك. طب تعملي ايه؟ عايزه اقولك ده القوام بقى اهوت اللي احنا بتاعنا. طبعا بعد ما عجنته كده في بعضه، ما عجنتهوش يعني توهت كده المكونات كلها في بعضها، الدقيق في السمنه في السكر في كله. شايفين ده القوام اللي احنا عايزينه؟ شايفين القوام بتاعه اهو. باخد قطعه كده وادلكها بين ايدي واشوفها. شايفين طبعا انا خدت كده كام واحده اختبرتهم في الفرن لقيته ما شاء الله حلو جدا. شايفين بقى انا هنا جبت القمع بتاع بسكوت النشادر وبحط فيه قطعة كده وبضغط عليها بصابعي الكبير، بتنزل وردة زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى السهولة، ولا مكنة بقى ولا كيس حلواني ولا الكلام ده كله. شايفين ده التب بتاع الكريم شانتيه او اللي هو بيتعمل بيه برضو البيتي فور في الكيس الحلواني، بس انا هعمل بيه من غير كيس. شايفين برضو هحط فيه قطعة كده. شايفين بقى الوردات دول الاتنين اللي انا استخدمتهم، القمع بتاع بسكوت النشادر والتب بتاع البيتي فور. شايفين الوردات؟ شايفين بقى الوردات اللي على اليمين دي من القمع ده اللي انتوا شايفينه في ايدي ده بتاع بسكوت النشادر. تمام. بحط فيه قطعة كده وادخل صبعي الكبير وانزل بالوردات بتاعتي. شايفين منتهى السهولة، سهل جدا اهو. شايفين بحط قطعة كده وبنزل بصبعي كده بضغط ضغطة بتنزل لي الوردات. ممكن تعملي بالتب بتاع الكريم شانتيه او اللي هو بتاع البيتي فور اللي بيتحط في كيس برضو هيطلع لك الوردات حلو جدا، او تستخدمي بقى المكنه برضو المقدار دوت حلو جدا في المكنه يطلع لك البيتي فور حلو برضو. بس انا صراحه المكنه بتاعت البيتي فور بايظه، فطبعا يعني الواحد بيحاول يتصرف بقى. تمام. انا هنا طبعا حطيت الاشكال بتاعتي والصواني بتاعتي وسويتها وكله بقى تمام. التسويه يا بنات زي ما انتوا شايفين كده، ادي الاشكال اللي انا عملتها دي الوردات. شايفين؟ وممكن برضو تعملي اشكال كده طويلة شوية. الشوكولاتة انا سيحتها على حمام مية، بحط كده في كسرونة مية على البوتاجاز تغلي، وحط
عليها طبق كده سلستين فيه الشوكولاتة بتسيح من بخار المية. طبعا التزيين ده بقى حاجات كلها ذوقية بترجعلك. ممكن تعملي كده زي ما انا عملت وردتين كده وتلزقين في بعض، او وردة واحدة وتزوقيها من النص براحتك خالص. تمام. فارماسي بقى، جوز الهند، اي مكسرات، فستق، يعني كل الحاجات دي على حسب يعني الامكانيات وعلى حسب الذوق. تمام. انا هنا كنت بعمل كده في الشوكولاتة، وبعد كده انزلها مرة في جوز الهند، مرة في السوداني مجروش، مرة في الفرماسي. يعني كل دي حاجات اختيارية. تمام. شايفين بقى طريقته سهلة جدا جدا. عايزة اقول لكم بقى التسوية بتاعته المظبوطة. بتسخني الفرن كويس، وبعد كده بتحطي الصواني بتاعتك على الشبكة على درجة حرارة 160 170 على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك، علشان خاطر انا الفرن بتاعي درجة حرارته منخفضة. تمام. فهو بيحب النار الهادية علشان يستوي كويس، ما بياخدش لون خالص من فوق، واللون بتاعه من تحت بيكون اصفر. شايفين البوتفرات بتاعتنا ما شاء الله عليها. ياريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باشتراك ولايك. هقولك على حاجة برضو ممكن تواجهك في البيتي فور من نوع الدقيق، لان النوع دي بيختلف يا جماعة من نوع لنوع. طيب احنا لو التزمنا بالمقدار كله وعملنا كل المقادير زي الفيديو بالظبط، ولقينا الدقيق بتاعنا لسه مفرول جامد مش متماسك مع بعضه، طيب هنعمل ايه؟ هنمسك الدقيق بتاعنا بالسمنة كله، مش هنزود اي سمنة ولا اي حاجة، هنمسكه بس كده نبس فيه شوية لما يطرى معانا، زي ما نكون بنبس كده كحك. عارفين لما بنبس الدقيق بالسمنة في الكحك مش بيطرى؟ احنا هنبسه برضو لما يطرى معانا. بعد كده نشكله برضو بمنتهى السهولة ونزينه. قبل ما نشكله، يعني قبل ما نشكل الكمية كلها، نختبر برضو 2-3 كده في صينية صغيرين، ونتأكد ان البيتي فور بتاعنا مظبوط. تمام كده. لان الحاجات دي بتواجهنا ياما في كل سنة بيختلف الدقيق من نوع لنوع يا جماعة. تمام. كل سنة وانتم طيبين.